السلام عليكم. إيه الأخبار؟ إن شاء الله بقى هنبدأ نرسم اللي هو البارت الأصعب في الموضوع بتاعنا دوت. تمام. اللي هو البارت اللي هو فيه ثقب مايل على زي ما قلنا 8.5. تمام، هو الأصعب وفيه الفكرة كلها في الموضوع اللي لازم في الأسمبلي. أوكي، عندي مشكلة إن هو فيه ثقبين، ثقب 26 كات، والثقب التاني اللي هو 44 معمول له إكسترود. طيب هنشوف بقى نعمل الكلام ده ازاي على مستوى مايل ب 8.5. طيب البارت دوت مكانه فين في الاسمبلي بالظبط؟ هو هيركب ورا السايد ده. فين بالظبط يعني علشان تبقى عارف مكانه؟ هو هنا بالظبط كده. تمام، يعني هو ايه؟ هو هنا كده بالظبط. تمام، يعني هو ده، هو الاصفر ده. تمام، هو ده البارت ده. تمام. طيب اوكي، عايزين بقى نبدأ كده ان شاء الله. نبدأ في الاسمبلي بتاعنا، نبدأ في ال 2 دي دروينج بتاعنا. هو بسيط قوي 2 دروينج، هنعمله مع بعض برضه. انا كنت حتى عامله هنا اهوت، هنعمله تاني مع بعض برضه. يعني انا كنت عايز اشرح الفكره بتاعت البلينز بس، ولكن عادي يعني هنعمله سوا ان شاء الله. طيب كما متعودين هنعمل سنتر لاين. تمام، وميد بوينت. تمام، هنعمل هنا كده، هنحاول نمشي كده 40 كده بالحب. تمام، وهننزل كده. تمام، وكمان. تمام، وكمان، وكمان. تمام، نبدأ ناخد أبعاد. ده 40. تمام، وده من هنا لهنا 40. تلاقيه فتح قوي كده، فهو مايل على زاوية 45. ناخد كده حاجة نقيس منها. تمام، فده هنا مايل كده بزاوية 45. تمام، هتلاقي الدنيا باظت منك كده عادي عادي خالص. دوس اسكيب. انت ممكن كنت تعمل حاجة أحسن. يعني لو باظت منك كده لا تعديل، يعني مش هنفرق. يعني ممكن ندوس كنترول زد، كنترول زد قبل ال40 ديت، ناخد الزاوية اللي هي 45. يعني دايما انت لو اتعلمت تحط الكونسترين صح، هتلاقي ايه الموضوع بالنسبة لك ايه أحسن بكتير. فلو خدنا ديت 45، 45. تمام، هتلاقي الموضوع ظبط أكتر. خد دي بقى 40 براحتك. تمام، الموضوع كده ايه هيبقى أحسن. المهم يعني ممكن نمسح بقى الحاجات اللي باظت ديت. ممكن نجيب ترامب ونشيل الحتة ديت. تمام، ونبدأ نجيب الخط التاني وننزل عادي من هنا الخط ده. تمام، تمام، تمام. هي كانت المسافة الرئيسية ديت كانت 15 تقريبا. تمام، ديت كانت 15. تمام، وديت كانت 20. انت بتاخد الحاجات. تمام، وكان في هنا ارك برضه 10. يعني بتاخد الابعاد اللي هي ايه، اللي هي واضحة بالنسبة لك. تمام، كان الارك ده 20. طيب انا هعمل ميرور الناحية التانية علشان ايه ابدأ اشوف القصة بتاعتي رايحة على فين. طبعا انا لسه رسمه، فالابعاد حافظها هنا. فهعمل ميرور الناحية التانية. لا الخط ده أنا مش عايزه، عايز ده، عايز الارك، عايز ده، عايز ده. تمام، عايز ميرور اباوت الخط ده. طيب في حاجة الخط ده مش معايا، جيت هاجي هنا اختار الخط ده، ميرور اباوت الخط ده. تمام، كل حاجة بقت تمام. طيب من هنا لهنا بقى ده كله 120. يعني من هنا كده لهنا ده 120. تمام، عشان ابدا افتح ايه الدنيا معايا كده بقت ظبط. طيب هبدا اخد خط من هنا برضو. هاخد خط كده عشوائي كده فيرتيكال، وهقيس من ال 15 ده لحد هنا، لحد الخط اللي انا واخده ده كام؟ 15 ونص و40 يبقى كام؟ تعال نشوف كده احنا هنعملها ازاي في الرسم عشان نسيبها. طب انا رسمت القصه دي كلها وخدت ده ال 120 والقصه دي كلها. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل سنتر الدايره اللي اخد منه ال 40. تمام، فده كده 40. 40 من كام؟ من 15. 40 و15 كام؟ 55. تمام، 40 و15 55. صح؟ صح، 55. فده كده هيبقى كام؟ 55
بال15. تمام. انت ممكن كنت تاخدها من تحت ال15 كام؟ يعني كنا ممكن ناخدها من تحت ال15 كام؟ اللي هو من هنا، يعني انت ممكن كنت تاخدها من هنا ايا يكن يعني 20. المفروض 20 و15 35، يعني المفروض تاخد بنص القطر. تمام، يعني هو المفروض ناخد ايه بنص ايه القطر، بنص القطر. هنرسم هنا الدايرة بتاعتنا، هننزل كده بدي. تمام، ونرسم الدايرة 80 باي 80 عشان قطر 40. طيب زي ما قلنا لازما ده يبقى كام؟ 35 تقريبا. تمام مظبوط، لازما ده يبقى 35. ليه بقى؟ لأن ده 20، ده كده 20. تمام، نص القطر 20 وال15. تمام، لأن ال15 داخلة من ضمن ال40. تمام 35. طيب هندوس كده وهنرجع ناخد ده كده وهندوس على ده. تمام، والدايرة أنا هدوس على النقطة والدايرة ونخليهم الاتنين كونسنت. تمام، ونعمل ترم، نشيل ده وده وده. تمام كده البارت بتاعنا بقى ايه؟ بقى فولي ديفاين. وهنعمل فيتشر اكسترود بقى دي بقى بكام؟ ب20. اكسترود قد ايه؟ ب20. تمام، وبعد كده هنشوف ايه، هنكمل بقى القصص المايله بتاعتنا دي ازاي. فهعمل 20 ب20. تمام، واقول له طيب، يعني دي حاجه بسيطه اي حد ايه يقدر ايه انه يعملها. طيب القصه بايه بقى؟ القصه في ال في البلين. عايز اعمل بلين بزاويه 8 ونص. طيب انا عايز اعمل بلين هنا مايل بزاويه 8 ونص بره كده. القصه ان انا عملت ايه؟ ان انا عملت اكسترود لحد هنا كده، يعني أنا ده اللي رسمته انا في الشكل، اللي هو عملت الشكل سوليد لحد هنا كده 20. وفي كمان في حاجات ايه لسه هتتشال منها. عايز اعمل بلين يبعد عن ال 20 دي مسافه 10 مللي. تمام، ومايل بزاويه 8 ونص عشان اقدر اشتغل من عليه. اعمل الدايرتين اللي هم الدايره ال 26 والدايره اللي هم ايه ال 44. طيب القصه دي هعملها ازاي؟ طيب انا ممكن اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل اكسس. اول حاجه ايه هعمل ايه؟ اكسس. عندي ريفرنس جيومتري. تمام، هجيب ايه اكسس. هعمل اكسس ما بين تو بلين انا راسم عليهم اللي هم ايه الفرونت والتوب. علشان اعمل الاكسس ده هعمل اكسس وهرجع اعدل في الاكسس. الفكره بتاعتي في ايه؟ عشان برضو تكون واعي هفكر ازاي. انا عايز اعمل اكسس، والاكسس ده يكون على بعد 33 من هنا. تمام، الاكسس ده هعمله هنا. تمام، ومع الاكسس هبدا اعمل بلين على مستوى الاكسس ده يبقى مايل ب 8 ونص. وبعد ما اعمل مستوى مايل ب 8 ونص اعمل بلين للبلين اللي انا عملته. تمام، فانا بالصلاه على النبي كده محتاج الاكسس ده يكون مايل بالسنتر لاين. تمام، ويكون على بعد 33. هنا مش على بعد 33، هرجع اعدل في السكتش بتاعي عادي وهخليه على بعد 33. ماشي معايا في الاخر، ماشي معايا للاخر زي ما بقول. تمام، فهخلي ده كده من هنا لهنا كام؟ 33. في حاجه غلط. هو بيقول لي كده احنا عرضنا كونسترين. طالما مش عايز يغير دي يبقى احنا عرضنا كونسترين. ايه الكونسترين اللي عرضناه؟ طيب مش عارف ايه الكونسترين اللي احنا عرضناه. نرجع تاني ده 15 وده 80 من هنا وده 20. انا عايز افهم ايه الكونسترين اللي احنا عرضناه اللي هو خد 40، مش عايز ياخدها اكتر من كده. ده 35. مفيش اي حاجة احنا عملناها من هنا. المفروض تعمل عادي. طب تعالى نمسح ده كده، نمسح الاكسس ده. مفيش اي ابعاد متاخده منه. طيب عادي هتحصل كتير، فممكن ناخد كده اكسس كده. تمام، وناخد منه نشوف القصة برضه هيديني سولو بيربس يا جماعة متستغربوش. طيب من هنا لهنا كام؟ 33. فعادي هقفل السكتش بتاعي عادي. فكده اصبح الاكسس ده
على اللي انا هعمل عليه ايه الشغل بتاعي كله. طيب تمام، انا عايز اعمل هنا بلين موازي، بلين على الاكسس ده موازي هنا كده ب 8 ونص. تمام، وعلشان اقدر اعمل بلين البلين اللي انا هعمله ده، طب هعمله ازاي الكلام ده؟ حاجه عند ريفرنس جيومتري اختار بلين، والبلين هختار هنا كده، وهختار تاني حاجه اللي هو الاكسس. انا هختار السكند هنا، اختار الاكسس ده. تمام، كده عمل لي ايه بلين. البلين ده اقدر اعمله بزاويه، هو عامله هنا بزاويه ايه مايله 90. لا انا اقول له انا عايزه بزاويه 8 ونص. تمام، هو عامله كده، انا عايز اعكسه لبره. تمام، فكده انا عملت ايه بلين. عايز اعمل بقى بلين موازي للبلين ده، يعني انا عايز اعمل ايه بلين موازي للبلين ده. طيب علشان اللي خد اوامر السويب، انت علشان تعمل حاجه مايله بزاويه سواء اكسترود او سواء اكسترود يعني او سويب، فلازم يبقى فيه بروفايل، لازم يبقى ايه فيه بروفايل. فانا عايز ارسم ايه بروفايل عشان اقدر اعمل البلين الموازي هنا. فهاجي هنا عند الرايت. تمام، الفرونت هرسم سكتش، لا مش الفرونت، يعني انا مش عايز الفرونت، انا عايز الرايت. تمام، سكتش. تمام، انا عايز الناحيه الثانيه. تمام، هعمل هنا ايه الباث بتاعي، فانا هاخد من هنا كده. تمام، هرسم. تمام، وهطلع وهاوي كده، هقفل المثلث بتاعي. وانا عايز دي 30، دي 30 علشان دي 30 يعني. تمام، فانا عايز دي 30. تمام، وعايز الزاويه دي، عايز الباث ده مايل بزاويه 8 ونص، عشان هبدا ايه اعمل بقى عليه القصه بتاعتي 8 ونص. وهقفل، هعمل بقى بلين موازي، فهاجي هعمل بلين برضو تاني، بلين موازي للبلين ده، ده، وهختار النقطة دي. تمام، فكده أنا عملت بلين موازي للبلين ده. طيب أنا في الحقيقة بقى خلاص مبقتش عايز البلين ده، فأنا هخفيه. تمام، وهاجي على البلين التاني ده هعمل سكتش. تمام، وأنا عايز سكتش الناحية دي. تمام، وهعمل سنتر لاين من السنتر لاين ده. تمام، كانت الدايرة كام؟ اللي بره كانت 44 تقريبا، كده 44. اللي بره كانت 44 فعلا، اللي هي الاكسترود. تمام، وهعمل ايه اب تو نيكست فيتشر اكسترودد اب تو نيكست لحد ايه ما تخبط في القصة بتاعتنا. وممكن نعمل اب تو سيرفيس مثلا، سيرفيس السيرفيس. تمام، ادي القصة بتاعتي. يبقى انا كل القصة إيه؟ ان انا عملت ايه، عملت بلين مايل بزاوية 8 ونص، وعملت اكسترود كات من نفس البلين ده، من نفس المستوى المايل ده. خلاص ده خلاص ممكن اعمل عليه سكتش عادي. وهعمل بقى الايه 26. تمام، واعمل ايه اكسترود كات. تمام، وهقول له فيتشر اكسترود كات بقى، يعني نعمل بقى كتير. نعمل بقى الباث ده، نعمل السكتش ده فيه، واخفي البلين ده. كده عملنا البارت بتاعنا، وبرضه اخفي الاكس مش عايزه. ادي كل القصه. يعني انت لما بتيجي تفكر في حاجه زي كده، يعني يا ريت تفكر فيها ايه بالطريقه دي. تمام، ده باختصار خالص البورت المايل بزاوية 8 ونص، مايل كام بزاوية 8 ونص. بس ده كان أصعب بورت في القصة كلها، اللي هو البلين المايل بزاوية. عملنا بلين مايل بزاوية، وعملنا منه ال 44، وبعد كده عملنا منه ايه الاكسترود كات. بس دي الفكرة بتاعكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.